كم مرة رجعت البيت من المدرسة أو الجامعة وحاسس إنك مش كفاية، إنك أقل من غيرك، أو إن كلمة جارحة سمعتها فضلت تعيدها في دماغك طول اليوم. فيديو النهاردة بيتكلم عن التنمر، والتنمر مشكلة كبيرة بيعيشها طلاب كتير وممكن انت تكون واحد منهم. الفيديو ده هيتكلم عن أشياء كتيرة تخص التنمر، ومعنى التنمر، تأثيره، ازاي نواجهه، وازاي تبني ثقتك بنفسك. الجزء الأول هنتكلم عن يعني ايه التنمر. التنمر مش بس ضربة أو شتيمة، ممكن يكون ضحكة، سخرية، تعليق جارح، أو حتى تجاهل متعمد منه من الشخص التاني. التنمر ممكن يوجع أكتر من أي ألم جسدي، لأنه بيدخل جواك، يكسر ثقتك بنفسك، يخليك تسأل نفسك هو أنا قليل. لكن الحقيقة التنمر يعبر عن ضعف المتنمر نفسه، مش عنك انت. الجزء التاني من الفيديو هنتكلم عن المنظور الديني والأخلاقي. الدين علمنا احترام الناس وعدم السخرية منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والقرآن نهانا عن الاستهزاء. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني ببساطة أي كلمة سخرية بتقولها لغيرك ممكن تكون سبب في إنك عند ربنا خسران، حتى لو ضحكت شوية قدام صحابك. الجزء التالت من الفيديو هيتكلم عن قصص ملهمة. التاريخ مليان أمثلة كتيرة لناس تعرضوا للتنمر، لكن حولوا ده لقوة مش ضعف. مثال واحد زي ألبرت أينشتاين، اتقال له في صغره إنه غبي ومش هينفع في العلم، النهاردة اسمه رمز للذكاء. مايكل جوردن أسطورة كرة السلة اتشال من فريق المدرسة، ومع ذلك بقى أيقونة في الرياضة. ولو بصينا لأعظم إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم، سخروا منه وقالوا عليه ساحر ومجنون، لكنه صبر وكان أقوى من كل الكلام، وربنا رفع ذكره في الدنيا والآخرة. طيب نعمل ايه علشان ما يتأثرش بالتنمر ونبني ثقتنا بنفسنا؟ ده الجزء الرابع من الفيديو هنتكلم عن ده. واحد: اعرف قيمتك. قيمتك مش بس في لبسك أو شكلك، قيمتك في أخلاقك وعلمك. اتنين: واجه التنمر بهدوء، مش لازم تدخل في خناقة، ممكن ترد بكلمة بسيطة. تلاتة: ابعد عن السلبية، لو شخص بيحاول دايما يقلل منك ابعد عنه فورا. أربعة: قوي نفسك، مارس رياضة، خلي شكلك وصحتك مصدر قوتك. خمسة: طور مهاراتك، اقرأ، اتعلم، اكتشف مواهبك، ولما تنجح في حاجة ثقتك بنفسك هتزيد غصب عن أي حد. التنمر مش بيعرف حقيقتك، هو مجرد انعكاس لضعف اللي قدامك. ما تخليش حد يقلل منك، خليك واثق انك تستاهل وانك اغلى عند ربنا من اي كلمة جارحة. ابدأ سنتك دي بطاقة جديدة، بإيمان بنفسك وبربك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، وكان عن التنمر. لو عايزين نتكلم عن فيديوهات تانية اكتبوا في الكومنتس، وانا هرد عليكم وهعمل لكم فيديو جديد بالفيديو اللي انتوا عايزينه. ولو الفيديو فرق معاك شاركه مع اصحابك، يمكن يكون سبب في ان حد تاني يلاقي القوة اللي كان بيدور عليها.